صباح الخير. معاكم حاتم النجار، وهتكلم معاكم النهاردة عن موضوع زيادة أسعار الزيوت في السوق بالرغم من إن الأسعار في البورصة العالمية بتقل مش بتزيد. مبدئيا أنا عايزكم كلكم تطلعوا الدولة بره القصة دي ملهاش علاقة بالدولة. على فكرة الدولة بتعمل اللي عليها وبتستورد الزيت، بتجيب الزيت من بره اللي ناقص من الزيت، يعني بتجيبه بالأسعار اللي بيتقال عليها في السوق العالمي. يعني النهاردة لو سعر الزيت جنيه، اللتر بجنيه بتشتريه بجنيه، لو سعره 10 جنيه بتشتريه ب10 جنيه. ملهاش علاقة خالص الدولة بأسعار الزيوت في السوق. من ايه اللي بيحصل؟ تجار الزيت ليهم سياسات في صرف الزيت للمواطن، للمستهلك. مبدئيا عايزين نعرف ازاي الزيت بيجي من بره. التاجر الزيت بيشتري الزيت من بره وبيدخله المخازن بتاعته تمهيدا لتعبئته، وبعد كده بيعه في السوق المحلي. الزيت اللي بيخش المخزن ده ليه سياسات صرف. الجماعة اللي دارسين اقتصاد وكلية التجارة هيفهموا الكلام اللي أنا بتكلم فيه، وأنا هحاول أبسطه للناس كلها على قد ما أقدر. سياسات الصرف بتاعت أي منتج من المخزن، التاجر همه إيه؟ همه المكسب أكتر حاجة، وإنه يقلل التكلفة أكتر حاجة. هما 3 سياسات المشهورين جدا في صرف أي منتج من المخزن بغرض البيع. السياسة الأولى سياسة اسمها الصادر أولا يصرف أولا، أو بالإنجليزي فايفو، اختصار لكلمة first in first out. والسياسة التانية، وهتكلم بكل وضوح وصراحة وشرح في الموضوع ده. السياسة التانية اسمها بالإنجليزي لايفو، اختصار لكلمة last in first out، يعني الصادر أخيرا يصرف أولا. والسياسة الأخيرة المتوسط المرجح، الافريج كوست. طيب عشان نفهم بمنتهى البساطة وفي دقيقتين القصة دي، سياسة الفايفو، الفيرست ان فيرست اوت، او الصادر اولا يصرف اولا. السعر اللي دخل بيه المنتج المخزن ساعة الشراء هو اللي صرف بيه الاول، يعني بالدور. يعني انا النهاردة اشتريت بجنيه، بكرة اشتريت ب2 جنيه، اصرف ابو جنيه الاول، بعد كده اصرف ابو 2 جنيه. طيب والعكس صحيح، last in first out، الصادر اخيرا يصرف اولا. يعني السعر اللي دخل بيه المخزن اول حاجة هو اللي صرف اخر حاجة، او بالبلدي يعني السعر اللي دخل بيه اخر حاجة هو اللي صرف بيه اول حاجة. يعني بالمثال او بالبساطة، النهاردة انا اشتريت لتر بجنيه ودخلته المخزن، بكرة اشتريت ب2 جنيه ودخلته المخزن. لما اجي اصرف من ابو 2 جنيه الاول. ده بمنتهى البساطة. طيب السياسة الثالثة والاخيرة ومحدش بيتبعها، الافريج كوست، متوسط المرجح. بمعنى ايه؟ ان لو لقيت تذبذب في الاسعار باخد متوسط الاسعار. يعني لو دخل النهاردة اللتر الزيت عندي بجنيه، لو انا تاجر ودخلت الزيت عندي بجنيه وبكرة اشتريته كمان ب2 جنيه، يبقى اجمع 1 زائد 2 3، واقسم على 2 يبقى 1.5 جنيه. يبقى لما ابيعه ب1.5 جنيه، اطلعه ب1.5 جنيه. السياسات دي المفروض انها متفق عليها من البداية للنهاية، ولكن مش ده اللي بيحصل. الناس كلها بتدور على حاجة، التجار بيدوروا على حاجة، بيدوروا على ان الزيت بيتباع باكبر قدر من المكسب. فلو السعر زاد بره
في البورصة العالمية بياخد السياسة التانية last in first out، ولو السعر بيقل بياخد برضو السياسة الأولانية first in first out. والسياسة التالتة محدش بيتبعها لأنها بتخسره مش بتكسبه. يا رب أكون وصلت للمفهوم بتاع الزيوت. ليه أسعار الزيوت بنسمع بره إنها بتقل ولكن جوه البلد هنا ما بتقلش. كنت معاكم حاتم النجار، وهنتكلم أكتر على مواضيع الاستهلاك ومواضيع الأسعار في حلقات تانية. تابعوني. كنت معاكم حاتم النجار وأشكركم.